شايفين القوام؟ النهارده هنعمل مع بعضينا كوريكس الالوان في البيت بمكونات سهله جدا. عايزه بقى اوريكم تيست بعد ما عملته. دي بقعه كانت صعبه بصراحه في تيشيرت ابني، فهحط عليها من الكوريكس الوان دي وهدعكها دعكه وهوريكم ازاي نطفت. هو بيعمل رغوه بسيطه جدا جدا جدا، وهوريكم شوفوا، وهوريكم قوام، وهوريكم بصوا البقعه طلعت دعكتين بس، بصوا طلعت ازاي تحفه جدا يا جماعه. ويلا بينا نشوف الطريقه بتاعتنا. دلوقتي معانا معلقتين كبار من الكربوناتو، وعليهم معلقة من الملح ليمون. في بقى مكون اساسي يا بنات، ده لازم نجيبه، بيتباع عند بتاع منظفات بتاع الصيدلية هتلاقوه يعني، وسعره 15 جنيه، رخيص جدا. ومعانا نص كوباية من الخل. شايفين الفوران؟ هو ده بقى الفوران اللي هيقضي على البقع الصعبة اللي بتطلع في الهدوم وبتقرفنا كلها جدا جدا جدا. دلوقتي معانا لتر من المية المغلية، بما يعادل 4 كوبايات من المية السخنة. انا هحط معاكم 3 كوبايات مية، وفي كوباية هحطها تاني لما اشوف قوامه. تمام. كمان شايفين كده؟ شايفين المية السخنة مع الخل مع الكربونات مع ملح ليمون عمل فوران ازاي؟ انا هقلبه بس تقليبة واحدة عشان ايه؟ الخليط يتجانس مع بعض. والمكون الاساسي اكسجين اهو، مية اكسجين تركيز 20%. دي الازازة دي كلها ب15 جنيه. الاكسجين يا بنات هنا هيخلي الهدوم مع الكربونات ومع الملح ليمون مع كله هيخلي البقع، يشيل اصعب البقع اللي في الهدوم. هتحطيه بقى على المراتب، حطي على السجاده، حطي على الهدوم، حطي ده تستخدمي استخدامات كتير جدا جدا جدا. ومعانا يا بنات عشان بقى نظافه تشعل الاكتر والرغاوي وتبقى معانا رغوه خفيفه، هنحط معانا من ربع كوبايه من الصابون. اي لون عندك، انا كان عندي واحد لون احمر كده حطيته، انت بقى عندك اصفر، عندك اخضر، اي لون انت عايزاه. ده هيعمل رغوه كده جميله جدا جدا يا بنات، تحفه جدا، وتستخدميه على طول يعني. بصي، ده هتحطيه في ازازه وتعينيه، بس انا سبته شويه علشان هو هيتقل حاجه بسيطه يعني، مش هيتقل تقل كبير يعني. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناه. شايفين بقى؟ وما تنسيش تصلي على النبي في الكومنتات، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد افضل خلق وعلى اله وصحبه اجمعين. ما تنسوش يا بنات تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وقولوا لي بقى ايه رايكم بقى في الوصفه بتاعتي. وبرضه هسيب لكم الفيديو. بصوا بقى، بصوا دعكه واحده بس نضفته ازاي، دعكه واحده بس. شايفين؟ ده بعد ما سبته شويه بقى. شايفين القوام بتاعه جميل ازاي؟ ما تنسيش تقولي في الكومنتات الوصفه عجبتك ولا لا. مع